السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأوهايو جوزايماس. أهلا بكم في فيديو جديد، وده أخيرا بعد معاناة وبعد أسبوع شاق جدا. الأسبوع بدأ بتحذيرات من حدوث تايفون. وعزيزي المستمع، لو ما انتش عارف التايفون أنا برضو ما كنتش أعرف. أنا جاي من مصر حيث الصحراء والرمال والحر الشديد. المهم بيبقى عبارة عن خليط ما بين رياح وأعاصير وأمطار غزيرة جدا، وبيتكون في المحيط الهادي، وزي ما انتوا عارفين اليابان بتطل على المحيط الهادي. أنا حاسة إن احنا قلبنا على الدحيح. الأرصاد قالت إن هيحصل تايفون بكرة، واحنا ايه خلاص مسستمين، وبكرة يبقى في تايفون. كان عندي بقى 13 طن غسيل مغسولين، طبعا مش هيتنشروا في التايفون، هيطيروا وهيتبلوا وهيتبهدلوا. فطبعا الشقة عبارة عن منشر داخلي، نشرت الهدوم في كل حتة وقاعدين ننتظر الهدوم تنشف. وكملت بان التيفون موجود، وجالنا بقى ايه بالليل نايمين في امان الله انذار زلزال، ارسكويك ارسكويك وسويت سويت سويت. يا جماعة مش عارفة بصراحة، اتخضيت جدا وحسيت انه ايه ده، القيامة هتقوم يعني، مش معقول بجد. تو ماتش. بصراحة ده كان اقوى زلزال حضرته من اول ما جيت اليابان، كان تقريبا 5.6 ريختر. وبرضو الأمر لم يسلم من بعض الكوارث الصغيرة، حتى المروحة في البلكونة زي أي واحدة فقدت عقلها، والمطر طول السنة بيت المروحة دخلناها عشان ننضفها بقى ونستعد للحر الشديد، تيفون وحر عادي جدا. المهم المروحة مشتغلتش، غسلت الأطباق باظت، الوصلة مش شغالة، غسلت الهدوم باظت والوصلة مش شغالة، وحاسة ان في حاجة غلط، في حاجة غلط بتحصل في البيت. المهم يعني الحمد لله الأسبوع بقى بدأ، وبحاول أتعافى من آثار هذه الأحداث المؤسفة في حياتي. هنبدأ نعمل ايه، ننظف البلكونة طبعا، يعني أهم حاجة ننظف البلكونة. شغلنا شوية مزيكا وكتمت لكم الصوت عشان حقوق النشر وحقوق الملكية بتاعت الست أم كلثوم. ربنا يرحمها. ما تجيب لناش ايه مشاكل في القناة اللي احنا ان شاء الله هنكبرها ونخليها قناة مليونية بإذن الله عشان نطلع بيها مظاهرات. المهم الحمد لله بعد ما الاسبوع الجديد بدأ والولاد خلاص الحمد لله نزلوا بقى المدارس وكده، احنا كنا طبعا محبوسين في البيت بسبب انه مطر شديد جدا. وجينا في يوم خدت العيال وقلت ننزل نلعب تحت شوية، والدنيا كانت بتشتي مش مشكلة، بس نزلنا 3 دقايق ابني وقع على الأرض اتخرشم وقمنا طالعين تاني. حسيت انه لا لا مش معقول، something is going wrong. لا ده بجد في حاجة غلط، احنا كده نطلع نكن في شقتنا ونقفل علينا ونستعد، يعني ايه، لعل وعسى كل الامور دي تعدي يعني. فطبعا الولاد موجودة، يبقى احنا مش بنعرف ننظف، احنا يا دوبك بنعمل اكل وبنغسل هدوم مش عارفين ننشرها، والحمد لله. عودا حميدا لليوم الهادي الجميل اللي العيال فيه في المدارس. الله بجد بعشق المدارس، تحفة تحفة. وبجد عشان بعاني يومين الاجازة دول ببقى مفتقدة المدارس قوي. فقررت بقى استعيد النظام والنظافة في المكان، ونظفت أوضة ابني. طبعا كنت مسحاها ومروقاها قبل كده اليوم اللي فات، بس طبعا يعني يومين الأجازة دول حطوا علينا رجع كل حاجة لنقطة الصفر. فقلت انضف البلكونة بما اني ما نضفتهاش من شوية كتير، ونضفت الغرفة دي، ونضفت البلاي ستيشن اللي بيتعان بالزن وبيطلع بالسويت عشان ما فيش طبعا احترام. المهم الحمد لله اليوم ده كان يوم مشمس وجميل، كان اول الاسبوع. كان خلاص بقى توقف المطر، رجع تاني يعني اوكي، بس كان توقف. فبدأت نشرت الهدوم وعملت حاجات كتير قوي النهارده. وبقيتش عارفه والله بصراحه انا تبع اني حزب، يعني حزب الشتاء ولا حزب الصيف وبتاع. يعني انا طول عمري بقول انا بحب الشتاء بحب الشتاء، بس حرفيا الشتاء بيمرمطني. يعني ببقى قاعده مرصرصه ومتلجه وصوابع رجلي متبهدله، والسقعه فعلا مبهدلاني. والحر ببقى قاعده حرفيا مش طايقه نفسي، وببقى عايزه اعيط من الحر ومش قادره. فدلوقتي انا بقيت دلوقتي تخلصنا من السقعه القارصه ومن الحر الشديد، بقى فيه رطوبه وتلزيق ومطر، يعني ميكس عجيب غريب جدا. فحاسه ان دلوقتي مشكلتي مش مع الصيف والشتاء، مشكلتي مع التغير المناخي، مشكلتي شخصيه مع التغير المناخي. والايام دي بجد يعني الاحداث مش مبشره. المهم الحمد لله روقت الاوضه دي. قضيت وقت برضو كتير في الأيام دي بعمل decluttering، وهي عملية التخلص من الكراكيب والكركبة وأجزاء الألعاب المكسرة ومدغدغة. وبجد it's overwhelming me.
ومحسساني بتقل كده، اللي هو بفكر في الكراكيب على طول. انا عايزه اتخلص من الكراكيب، يعني مش مشكله الدنيا مقلوبه حواليا، بس انا في كيسه بلاستيك مليانه لعب اجزاء مش مرتبطه ببعضها في الدولاب، عامله لي ارق. بس عايزه اقول الحمد لله المهمه دي خلصت، نصها خلص. يعني انا فضيت الدولاب الكبير اللي انا بحط فيه الكراكيب واللعب والحاجات دي. فعايزه اقول لكم يا جماعه ان والله بجد نفسيا ارتحت شويه، جمعت اللعب السليمه، وتخلصت من جزء من الالعاب المتكسره. شوفوا دلوقتي داخلين على المعركه رقم 2، واللي هو يا لهوي خرابي كده بجد. طبعا بجد انا ما ببطلش تطبيق هدوم بجد. لو ريحت يوم من الهدوم ده ببقى تاني يوم قاعده طول النهار بطبق هدوم. بس الحمد لله، الله المستعان. فكرت في فكره جميله قوي يا جماعه. زي ما احنا كده، ليه مفيش مفيش disposable clothes؟ يعني زي ما كل حاجة كده بنجيبها كوبايات ورق وبتاع وحاجات نرميها، عايزين نخترع بقى الملابس اللي احنا بنلبسها مرة واحدة ونورماليز الموضوع. يعني انه عادي القميص استخدام مرة واحدة، نلبس القميص وبدل ما نغسله ونصرف عليه كهرباء ومية ونشير وتطبيق، لا نلبسه ونرميه. ويبقى بقى يا جماعة تخيلوا بقى لو سستينابل ومصنوع من ماتيريال سهلة التحلل، نحطها في الأرض تبقى سماد عضوي مثلا. يا سلام. يعني احنا دلوقتي بقت آه، كل حاجة بقت كده. يعني زي مثلا ايه، فكرة ايه، موضوع السبسكريبشن في منصات المشاهدة دي، اللي هو مثلا مش هنقول اسماء يعني. مش عارفة مش هنقول اسماء ليه. المهم مثلا بنشترك في منصة عشان نتفرج على مسلسل وعلى فيلم وكده. هل فكرتوا يا جماعة ان احنا لما بنشترك فعلا في المنصات دي احنا ما بنمتلكش الفيلم نفسه؟ يعني وانس ان انت السبسكريبشن بتاعك ده خلص، انت مش هتعرف تشوف الفيلم تاني. يعني زمان مثلا كنا بنشتري DVD، بنشتري CD، بيشتروا الافلام، بيأجروا الفيلم من محل بيأجر افلام يشغلوه في البيت ويرجعوه تاني، الحاجة فيزيكالي موجودة معاك. فدلوقتي احنا بندفع للخدمة دي ومش بنحصل على السلعة بجد، احنا بنحصل على يعني اكسس او صلاحية المشاهدة مرة واحدة مثلا. المهم يعني الموضوع ده كان بيثير في فكر موضوع انه طب لما كل حاجة كده ما تخليكوا سهلين بقى، هاتوا لنا هدوم ديسبوزابل. وفي فكرة احلى، يعني بدل الهدوم الديسبوزابل دي او اللي هي بنرميها بعد ما نستخدمها، ايه رأيكم في هدوم افتراضية؟ فكرة رائعة صح؟ يعني مثلا يخترعوا لنا جهاز هنلبسه مثلا، فليكن في ايدينا، في رجلينا، في رقبتنا، في وسطنا حتى. والجهاز ده بيديلك مثلا نشترك بقى في خدمات سبسكريبشن هدوم، فتدخل تختار الاوتفيت بتاعك تشترك في الاوتفيت. يا سلام. تشترك في الاوتفيت، وبعدين ايه بقى، الجهاز ده تتك عليه يلبسك الاوتفيت، فانت قدام ماشي قدام الناس طبعا عارفه ان دي هدوم افتراضيه بس احنا مش شايفين جسمك، يعني اتس اوكي. فالهدوم الافتراضيه دي بقى كنا نلبسها ونورماليز بقى الموضوع ده، نخش مثلا ميتنج، نتك على الزرار نغير الاوتفيت. ايه رايكم؟ اتمنى محدش يسرق افكاري. تعملوا بقى شركات. طب والله فكرة يا جماعة، فكرة sustainable. يعني بما انكم يعني كل الناس دلوقتي بقت بتشترك في كل حاجة، يعني حتى مثلا دلوقتي شوية انتوا لما توصلوا 100,000 عندي في القناة هعمل لكم خدمة سبسكريبشن واقفل عليكم وادور في الضرب. لا يعني ممكن نعمل زي كده، يعني قصدي كده هي فكرة السبسكريبشن دي، اللي هو كل حاجة سبسكريبشن، سبسكرايب فور مور. يعني حتى البرنامج اللي بعمل لكم ايديت فيه ده علشان استخدم فيتشرز معينة، يعني مثلا مونتاج آه بيسرع برتم مختلف، ده بسبسكريبشن بيدفع فيه فلوس يعني. اهم حاجة مش عاوزين يوصل لها فكرة السبسكريبشنز والاشتراك الافتراضي ده، الامتلاك المزيف يعني للاشياء. الاكل يا جماعة مش معقول. تخيلوا بكرة بعدين في المستقبل يعني نشترك في خدمات اكل بقى افتراضي، واللي هو زي الحبوب كده اللي بياخدها زازا وجرجير في المستقبل. حد فاكر زازا وجرجير في المستقبل؟ اللي مش فاكر يروح يتفرج تاني. المهم يعني كل هذه الافكار بسبب اني مش عاوزه اطبق هدوم وانشر هدوم. خلصت نشر هدوم وهسيب الهدوم منشوره تستمتع بالجو الرائع والمنظر الجميل اللي مصبرني على الحياه ومصبرني على الغربه. سبحان الله والله بجد الشجر تحفه.
وطبعا ده ثمرة المطر اللي بيرخ طول السنة. ربنا يرزق بلادنا بشوية مطر كده يخضروها، او حتى يعني يبطلوا يقطعوا في الاخضر الموجود. سبحان الله. ودي الهدوم يا جماعة طبقتها وهنرجعها مكانها عشان نستهلكها تاني تاني، ونرجع نغسلها ونطبقها. بس الحمد لله على نعم ربنا، يعني الحمد لله ان احنا عندنا هدوم. طبعا ده كله بنهزر وبنقلش عشان محدش يجي يقول لي المهم الملاية دي كانت نضيفة فمش هنغيرها. هنطبق البطانية اللي محدش بيتغطى بيها، بس بنحطها على السرير كده عشان يعني ايه، بتكسف السرير يقعد من غير البطانية. الملاية دي بحبها قوي عشان كده جبتها معايا وانا جاية من مصر. قولوا لي مين لسه بيتفرج لحد دلوقتي؟ هل تعلموا ان 70% من اللي بيتفرجوا مش مشتركين في القناة؟ ليه يا جماعة ليه؟ اعملوا سبسكرايب وانتوا بتتفرجوا، ولو لسه بتشوفوا لحد دلوقتي اعملوا كومنت، اثبتوا وجودكم في القناة وفي الفيديو. وقولي رأيكم، عاوزين فيديوهات طويلة ولا قصيرة؟ اعتقد ده هيبقى اطول فيديو انا عملته لحد دلوقتي. وعايزة اقولكم ممكن الفيديوهات تبقى اطول، بس الصراحة اللي بيخلي الموضوع صعب حتى مش الايديت، الفويس اوفر. يعني ان انا مضطره اسمعكم صوتي كده لمده 20 دقيقه، حاجه تجيب صداع. بالنسبه لي لما حد انا متابعاه بحبه قوي يعني ينزل فيديو، طبعا بحب يكون اطول. وبالعكس ما بفتحش الفيديو غير لما اكون بقى فاضيه، او مثلا عملت كوبايه شاي او كوبايه قهوه، او اللي هو قاعده يعني متفرجه عشان اشوف الفيديو ده واستمتع بيه براحتي. طبعا ده في حاله لما يكون عندنا قاعده جماهيريه كبيره، انما انتوا هعتبركم شله متابعين صغيرين. المهم يا جماعة، وصلنا 31 متابع، 31 مشترك في القناة. ثانك يو 31 مرة. دلوقتي فقرة العشاء. طبعا انا ما كنتش اتغديت، والولاد كانوا في المدرسة وفي الحضانة، وما كانوش محتاجين لانش بوكس النهاردة. فانا دلوقتي هطبخ لنا طبخة نتعشى بيها انا والولاد، وهعمل بولونيز. هعمل سباجيتي بصوص البولونيز. اعتقد ان هي اكله كيدز فريندلي، يعني الاطفال بيحبوها، واعتقد يعني الكبار اللي عاقلين هيحبوها برضو، اللي عندهم حاجه في مخهم مش هيحبوها. مع احترامي لكل الاذواق. فدلوقتي هعمل حامله ميه عشان اسلق المكرونه، وهحط فيها ملح. ما بنحط الزيت في ميه السلق يا جماعه، بنحط ملح بس. بحب الاكله دي لانها سريعه، ما بتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود كتير، وكمان الولاد بيحبوها وبياكلوها، فما فيش يعني مناحية ومنهدة على الاكل. مع ان بجد هما مش متوقعين، يعني ممكن اكلة يقولوا بيحبوها واجي اعملها مرة تانية تحس خلاص كده دي اكتر اكلة بكرهها في الوجود، يعني غير متوقعين بالمرة. بس احنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا، والاكلة دي كانت كويسة يعني اكلوا الحمد لله. هستخدم بس بصلاية وجزراية واللحمة، ولو في طبعا بقى كوسة ممكن نخلطها، يعني نبشرها جامد ناعم قوي ونخبيها في الاكل. ودي طبعا عشان الولاد ما بياكلوش كوسه والحاجات دي. بحس الاكلات اللي فيها صوص والاطفال بتحبها ممكن نحط فيها اي نوع خضروات، يعني العيال ما بتاكلوش في العادي. ومفروض نعمل جنبها سلطه، بس هما ما قالوا مش عاوزين سلطه، فما عملناش سلطه. بنعمل سلطه لما الحاج صاحب البيت يكون موجود عشان هو بياكل سلطه. واحلى حاجه ان انا هستخدم الكبه في كل حاجه تقريبا، هقطع فيها البصل والجزر والطماطم واللحمه وكل حاجه. كان في فترة كده من حياتي ما بستخدمش الكبة في البصل ابدا، كان عندي اقتناع ان لما اقطع البصل كده بالسكينة ده احسن وافضل يعني وكده في الطبخة يعني وفي الطعم وبتاع. دلوقتي يعني انا ممكن لو في قطر معدي عاوز يهرس لي البصل احطه يهرسهولي. مش معقول بجد، الانسان بيعذب نفسه ساعات وبيقفل مخه. يعني دلوقتي طبعا بستخدمها في كل حاجة الحمد لله. حطيت البصل الاول عشان كان الطاسه فيها شويه ميه كده، فقلت ننشف الطاسه وننشف البصل. وبعدين استخدمت شويه زيت زيتون عشان مكسله افتح ازازه الزيت التانية، مش موضوع يعني هيلسي وما هيلسي، دي اللي كانت قدامي. فاستخدمت شويه زيت زيتون بس كترت الصراحه، حاسه ان انا كترت يعني. انا بعمل بايدي حاسه ان ايه ده تو ماتش زيت، بس انا قلت عشان بقى هي هتاخد صوص وطماطم ومكرونه وكده، فمحتاجه الزيت يبقى evenly distributed، متوزع بالتساوي على كل المكونات. وبحس بصراحه الاكل من غير زيت مش كويس، ما بحبوش. انا بجد في فتره من حياتي امتنعت عن الزيوت والحاجات دي،
كنت ماشيه هيلثي لايف ستايل، بلانت بيزد لايف ستايل. بصراحه ما كنتش مبسوطه بالاكل خالص. يعني انا افتكر ماما كانت بتعمل لي محشي، اقول لها ماما بصي اعمل لي محشي من غير زيت ومن غير شوربه فراخ ولا لحمه، وكله بقى ني في ني، وتطبخي بميه وما تحطيش ملح. كنت بعذب نفسي تقريبا بجد، بس عشان كنت عاوزه بقى ايه اخس لي كام كيلو يعني. طبعا خسيت الحمد لله الكام كيلو دول. دلوقتي بشمشم عليهم، مش عايزين يرجعوا تاني. بس ساعتها ماما كانت بتعملي بقى المحشي ده الني في ني ومن غير زيت ومن غير ملح، ببهارات بس كده وطماطم وحاجات لوحده. والمحشي التاني الجوس الجميل اللي بيلمع ده عادي للأسرة. فطبعا انا بقعد بقى على الاكل وما تحط لي المحشي اللي انا طلبته، وعامله لهم المحشي الطبيعي. فانا كل واحده من هنا وواحده من هنا، بحس فرق شاسع يا جماعه والله بجد. فدلوقتي بقى حاسه انه راح زمن الحرمان، راح زمن الدايتس عامه. يعني حاسه ان ما كنتش متقبله فكره ان انا امتنع عن اي حاجه. يعني مثلا المناشدات والمنادهات والمطالبات بالامتناع عن السكر الابيض والدقيق الابيض، نو واي. يعني ممكن اسفهم عادي، يعني ممكن اشم شويه دقيق ابيض عادي. مش معقول ان انا ابطل اكل مثلا عيش. انا بجد والله كل ما افتكر واحس ان انا متضايقه مثلا من الانظمه التو ماتش انظمه غذائيه منتشره، ممكن افتح كيس العيش واكله كده وانا بفكر في النظام ده، اللي هو نظام الخبيثات، نظام الكيتوهات، نظام المعرفش ايه. وبحس ان احنا عشان احنا اوريدي من واحنا صغيرين واحنا كبار، وفي بلدنا عامة ما عندناش ثقافة غذائية اصلا، ما عندناش مفهوم الثقافة الغذائية ده. ان احنا مثلا في المدرسة يعلمونا عن الاكل ويعلمونا عن العناصر الغذائية اللي احنا محتاجينها. ده طبعا بغض النظر عن المستويات الاجتماعية والفقر وكل ده، مفيش اصلا معرفة. مفيش يعني مش بيعرفونا واحنا بنتعلم عن الاكل. فبيخلينا دلوقتي كل البلد عرضة لأي حد يطلع يهب هبة عشان الناس كلها تمشي وراه. بطريقة يعني صعبة. الواحد بيستغرب انه ازاي الناس كلها كده مثلا يعني بتبقى دراويش لحاجة، آه، وهي واضحة وضوح الشمس ان هي مثلا مش صح. بس ده بسبب ان احنا اوريدي يعني ما تعلمناش. ما فيش حد اهتم مثلا انه مثلا في الابتدائي مثلا نعلم الاطفال عن ثقافة الغذاء ونعلمهم عن الاكل الصحي والاكل المتوازن وكل ده. فبالتالي لما نكبر حد يقول لك المفروض تمنع كذا وتمنع، اوكي مفهوم ان في دراسات كتير اثبتت ان في حاجات مضرة وحاجات خطر وحاجات مش صح كترها يعني. بس في هبل في الجبل، في هبل في الجو كده. المهم ربنا يعيننا كلنا على المهلبية اللي في دماغنا يا رب. سلقت المكرونة وصفتها وغسلتها بمية ساقعة وصفتها تاني. وفي المرحلة دي ما وجدنا عليه اباؤنا ان هما بيحطوا زيت عشان نقلب المكرونه بقى وكده وبتاع. بس طبعا يا جماعه ده غلط. ما تو ماتش زيت، ما خلاص حطينا الزيت في الطماطم، هنحط الزيت في ميه السلق والزيت بعد السلق؟ ده تحسه كده لا تو ماتش. ما هو المعقول حلو، المعقول كويس. وطبعا المعقول عندي غير المعقول عندك غير المعقول عند امي، يعني عند امك برضو مختلف يعني. المهم مش هنحط زيت على المكرونه عشان اوريدي صوص الطماطم هيكون فيه زيت وطلع على الوش وملزلز وجميل. وتقريبا كده خلصت الطبخة. عملت اللحمة استوت واتعصجت واتسبكت وفيها البصل والجزر ولذيذة، وحطيت عليها ملح وفلفل وكمون وشطة. اي نوع كمون مش لايق، بس جايز اي طماطم بحط عليها كمون، محدش يناقشني انا حر. حطيت كده ملح وفلفل وشطة وكمون تقريبا وشوية كزبرة، شوية 7 بهارات تقريبا، والله مش فاكرة. هي واي توابل شرقي بحطها ما عدا بقى التوابل الهندي اللي استولت على كل حاجة دي. والحمد لله لذيذه قوي. وكانت آم، مش عارفه ليه الولاد بيقولوا ان هي سبايسي. انا حطيت شويه شطه صغنطتين قوي، واكلت معاها مخلل كنت انا عاملاه عشان انا شطوره جدا. كانت اكله رائعه جدا، انصحكم ان انتوا تجربوها. وبس كده هكا الولاد ويومي هيكون نص خلص، لان فاضل لنا جوله اخرى مسائيه. ما فيش وقت بقى نشارك معاكم الجوله المسائيه، عشان كده لحد هنا يكون فيديو النهارده خلص. سيبولي تعليقاتكم وقولوا لي رايكم، وباي باي.